في حلقتنا النهارده مفاجآت، وكالعاده مفاجآت، لكن المره دي يا جماعه واحده من المفاجآت المدويه. محمد ابو تريكه عمل فري هيت عالميه بمعنى كلمه عالميه، وزي ما كنا بنقول له يعني عالمي ابو تريكه دايما. بصراحه في الجوله دي كان عالمي بمعنى الكلمه، يعني عمل فري هيت وفريق نموذجي جدا وجاب سكور، هو اعلى واحد جاب سكور يا جماعه. تخيلوا في كل المشاهير وكل اليوتيوبرز اللي بنتابعهم هو اكتر واحد جاب سكور في الجوله دي، وان شاء الله هنشوف فرقته. لكن بصوا يا جماعه وشوفوا كده امامكم على الشاشه ازاي ابو تريكه كان ترتيبه عالي جدا جدا في رانك الجوله. يعني هو طلع ال 15771 على العالم في الجوله دي، ترتيب عالي جدا ومتالق جدا يا ابو تريكه. انا كمان عملت وايلد كارد والحمد لله كانت كويسه جدا، وبشكر كل الاصدقاء اللي بعتوا لي على رقم الواتساب طبعا اللي موجود على الشاشه امامكم دلوقتي، ويعني نصحوني بلعيبه، والله بجد في ناس حتى قالوا لي على لعيبه، يعني واحد زي كوفال مثلا انا جبته بناء على نصيحه من احد الاصدقاء. بصراحه يعني بشكره جدا. بشكر طبعا كل احبائنا واصدقائنا اللي بيعملوا لنا الكومنتس الجميله، وطبعا اكيد من غير ما اتكلم ان شاء الله يعني تتابعوا الحلقه الاخيره، لان الحلقه مليانه مفاجآت ومليانه حاجات ظريفه جدا، وجبت لكم كده تجميعه جامده جدا من كل الناس وكل الناس اللي عملوا فريتس، وطبعا غير اللي عملوا فريت كمان. فان شاء الله تبقى حلقه جميله كده ونستمتع كلنا مع بعض بالفانتزي. اخباركم ايه يا شباب وعاملين ايه؟ ويعني حلقه جامده جدا وان شاء الله يا رب تعجبكم كده. هنجيب فيها فريق ابو تريكه اللي طبعا كلكم بتحبوا كده تسالوا عليه، ودايما يعني بنتابع دايما فريق دوري طبعا فريق بين سبورتس وكل النجوم اللي موجوده فيه، وطبعا الحمد لله يعني كلهم مستمتعين جدا، وانا بعرف يعني ان هم بيتابعوا الحلقات وبيبعتوا لي كمان، فيعني بصراحه سعيد جدا جدا طبعا بكل الكلام الجميل. وبشكر كل متابعين واصدقائنا الجمال من كل البلاد العربيه، من السودان، من الجزائر، من المغرب، من تونس، مش عايز انسى طبعا حد، من العراق، من السعوديه اكيد لان نسبه عاليه جدا برضو عندنا من المتابعين من السعوديه ومن الكويت، من قطر طبعا، من الامارات. يعني طبعا مش عايز انسى اي حد من الدول العربيه الجميله اللي بتتابعنا، وبرضو طبعا في تركيا في اصدقاء كتير برضو بيبعتوا لي من تركيا. فيعني في كل الاحوال بشكركم جدا كلكم طبعا، وبتمنى كده ان شاء الله دايما الحلقات بتاعت استخبارات الفانتزي وتوقعات الكمبيوتر مع كابتن زهران دايما تكون حلقات جميله وتعجبكم دايما باذن الله، واكيد يعني محضرينكم كده شويه مفاجآت وحاجات لذيذه باذن الله تعجبكم في الفتره الجايه. عشان كده طبعا يعني لو تقدروا تعملوا لايك طبعا تبقى حاجه جميله جدا. بلاحظ برضو ان في نسبه كبيره جدا من المشاهدات بتبقى مفيش سبسكرايب، فطبعا برضو تعملوا السبسكرايب الجميل ان شاء الله عشان نتابع مع بعض كل الجديد باذن الله في الفتره اللي جايه. يلا بينا بقى على طول نخش في واحد من الناس اللي احنا ايه دايما بنحبهم وبنحب نشوف فرقتهم، وشوقتكم انا قوي بجد. ابو تريكه يا جماعه عمل فري هيت امامكم على الشاشه. ابو تريكه جاب يا جماعه كام؟ 85 نقطه زي ما انتم شايفين كده. وجايب مين يا جماعه؟ جايب ميرفي اللي تألق تماما في مباراته طبعا فريق نيوكاسل امام فريق يعني توتنهام، والفوز العريض الرهيب ال6-1 اللي حصلت. طبعا ابو تريكه طبعا اختار ميرفي كده، ساكا ومارتينيلي وصلاح طبعا بالكابتنه. يمكن هو بس مشكلته الوحيده كانت في خط الهجوم شويه، طبعا سولانكي وجيزوس ما عملوش حاجه. كان جايب جون ستون من دفاع فريق او من حراسه مرمى طبعا فريق كريستال بالاس، وكمان جايب اندرسون المدافع برضو، يعني عامل دبل اب على دفاع فريق كريستال بالاس. عجبتني جدا يا ابو تريكه بجد والله، يعني اختيارات دايما موفقه جدا ما شاء الله. وطبعا ابو تريكه يعني بيرتفع في الترتيب بشكل متواصل، واعتقد يعني الموسم ده لو كان طول شويه بجد كنا شفنا ابو تريكه دخل بقى كده في اول 100,000. هو طبعا لسه بعيد شويه ال1,500,000، يعني خلينا طب نشوف ترتيبه. هو زي ما انتم شايفين كده ترتيبه ال1,527، لكن التواصل والتألق والجمال اللي ابو تريكه بيعمله في الفتره دي اكيد يعني هيفرق جدا جدا معاه في الفتره اللي جايه. طبعا زي ما عودتكم كده بيبقى عندنا مفاجآت، فانا جبت لكم برضو او جبت لابو تريكه يعني مين اللعيبه اللي بتاثر او اثرت شويه على يعني مردوده. كان هاري كين هو اخطر واحد عليه طبعا زي ما انتم شايفينه كده، خلاه نزل 34,000 مركز على العالم. اللي بعديه طبعا اوديجارد 26,000 مركز على العالم، اندرياس بيريرا بقى 10، ويعني شار برضو يعني. انما في كل الاحوال طبعا كانت
جوله عالميه لابو تريكه، وزي ما قلت لكم كده كانت يعني فرق جدا جدا معاه. ان شاء الله يعني الجولات الجايه برضو ابو تريكه يتالق اكتر واكتر، وانا يعني معجب جدا بصراحه بان ابو تريكه بيتابع كويس جدا الفانتزي، عينه حلوه جدا. وميرفي دي كانت يعني بالنسبه لي يعني انا مش عارف هي صدفه بصراحه ولا هي كانت مقصوده، بس انا بالنسبه لي يعني ابو تريكه بجد كانت جوله هايله جدا. ان شاء الله يا رب دايما موفق في الجولات اللي جايه. وطبعا خلينا نشوف بقى على طول ابو تريكه في يعني دوري فريق بين سبورتس، الليج الملتهبه جدا والقويه جدا. هو ما زال ترتيبه زي ما هو السادس، لكن هو قرب جدا من احمد المحمدي. فاكرين كان من كام جوله كده قريب يعني مش من زمان قوي كان الفرق ما بينهم حوالي 70 80 نقطه، دلوقتي الفرق خلاص بقى كام؟ بقى 18 نقطه. فابو تريكه بيحاول كده يقرب من احمد المحمدي طبعا في الليج. اللي بعديه على طول هو طبعا دكتور طارق الجلامه اللي جاب برده 65 نقطه. طب خلينا نشوف كده فرق دكتور طارق الجلامه. هو جاب 65 نقطه لكن بماينس 12، يعني من المرات القليله اللي اشوف طبعا يعني الدكتور طارق عمل ماينس 12 كده، وعمل 5 تغييرات. خلينا طب نشوف التغييرات. الاول هو جاب اندرياس بيريرا مكان برونو فرنانديز، تغيير منطقي جدا وهايل الصراحه. محمد صلاح مكان راشفورد برده تغيير كويس. نافاس مكان ميتوما، يعني كان ممكن يبقى فيه اختيارات افضل شويه. وبعد كده جاب بريم طبعا مدافع فريق فولم، برده اختيار بالنسبه لي كان حلو يعني مش وحش طبعا، على اساس طبعا نادي فولم كان ممكن يجيب كلين شيت امام ليدز لكن ما حصلش يعني للاسف طبعا. وجون ستون الحارس بتاع فريق نادي كريستال بالاس طبعا جابوا حساب حارس مرمى ليستر. فيعني في كل الاحوال كانت جوله جيده زي ما بقول لكم. جاب 65 نقطه، 65 نقطه طبعا اندرياس بيريرا وساكا وايزي. ما عملش طبعا فريت لانه كان عمل فريت قبل كده. ودكتور طارق ترتيبه ارتفع الى ال 2 مليون 184 الف على العالم. اعتقد ان هو ترتيب برده متميز جدا من دكتور طارق الجلام. لكن لو رجعنا لليج تاني هنلاقي طبعا فريق مين؟ فريق هيثم فاروق فايترز 74 نقطه، الى حد كبير طبعا سكور ممتاز. خلينا نشوف طبعا ال 74 نقطه دول جم ازاي يا كابتن هيثم. 74 نقطه طبعا جابهم بكابتنه صلاح وساكا وايساك. في المقدمه كان عنده هجوم ناري جدا. ايساك 13 نقطه وتوني 9 وهاري كين طبعا 6 نقاط. وعنده برده زوما، يعني بالنسبه لي برده كانت موجوده او يعني حاجه كويسه جدا. لكن كان عنده يا جماعه ميرفي كمان على البنش. ميرفي طبعا ب 13 نقطه، يعني ميرفي طبعا سعره حلو جدا 4.1 وفي نص الملعب، يعني ممكن فعلا ولو بيلعب بقى وهيلعب بشكل مستمر ومتالق الحقيقه الفتره اللي فاتت ميرفي. فيعني اعتقد ان هو ممكن يكون اختيار حلو جدا. خلينا نشوف 3 تغييرات بتوع كابتن هيثم فاروق. رودريجو مكان هارفي بارنز، ايساك مكان هالاند، محمد صلاح مكان جريليش. 3 تغييرات يعني الى حد كبير منطقيين. يمكن هو رودريجو بس يعني اللي راهن عليه كده كابتن هيثم، لكن في كل الاحوال طبعا ترتيبه ارتفع بقى ل 4 مليون 102. هو طبعا ترتيبه بعيد شويه كابتن هيثم، لكن انا شايف طبعا اختياراته حلوه وان شاء الله دايما هنتابع كابتن هيثم كده بالذات لما يتألق. اللي بعديه على طول هو فريق محمد سعدون الكواري. محمد سعدون الكواري جاب 57 نقطه في الجوله دي. طبعا زي ما انتم شايفين وكده كان عنده كريسويل 12 نقطه متميزين جدا. انا كان عندي برده يعني كوفال الحمد لله فرق معايا جدا في الوايلد كارد اللي عملتها. خلينا طب نشوف بقيه اللعيبه. عنده طبعا محمد صلاح كابتنه، عنده يمكن ماديسون حظه وحش قوي في ماديسون، وطبعا عنده مارتينيلي. كودي طبعا مازال مش بيلعب، ويعني الى حد كبير 57 نقطه ما كانوش يعني ولا حلوين قوي ولا وحشين قوي بالنسبه لي، يعني هو نزل نزول بسيط. المهم خلينا نشوف تغييره كان كريس والمكان كولمان. وطبعا ترتيبه زي ما بقول لكم نزل نزول مش حد قوي بقى 374 الف على العالم. ويعني مازال محمد سعدون الكواري هو طبعا في المركز الثاني في الليج بتاع الدوري فريق بين سبورتس. خلينا بقى نشوف صاحب المركز الاول واللي دايما متالق واللي دايما بيتابعنا كده، وبسعد جدا جدا لما بعرف ان الاستاذ سالم الهملي بيتابعنا. فريق فورزا ميلان 53 نقطه زي ما انتم شايفين، يعني تغييرين بدون اي ماينسز وحاجه جميله. لكن طبعا ال 53 نقطه في الجوله زي دي وهو راجل يعني في ال 100,000 الاولانيين، ايه ده كان قريب من ال 10,000 الاولانيين، اكيد هينزل في السكور. لكن خلينا نشوف فرقته. يعني هو طبعا كان عنده مشكله ان الاثنين مهاجمين الاثنين ما لعبوش اساسيين، يعني داروين نونيز وانجز الاثنين ما لعبوش اساسيين. كان عنده طبعا خط نص ممتاز، اوديجارد 7 نقاط، مارتينيلي 9 نقاط، محمد صلاح الكابتن 14 نقطه. وعنده في الدفاع بين وايت طبعا برضو عمل اسيست، تريبير وتاركوفسكي برضو من الناس اللي يعني من الناس القليله اللي كان عنده تاركوفسكي والكسندر ارنولد. وطبعا رايا ما عملش حاجه. لكن في كل الاحوال طبعا الاستاذ سالم انتوا عارفين طبعا ان هو يعني كان عمل كل خلاص الشيبس، يعني هو خلص البنش بوست، خلص فريت، خلص التريبل كابتن، والاثنين وايلد كارد زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. فيعني ما كانش عنده حل غير ان هو لازم يعمل تغييرات، لكن هو برضو عمل يعني تغييرات بدون ماينسز، فالى حد كبير ما نزلش
طولش كتير في الترتيب. ترتيبه زي ما انتم شايفين 43000 على العالم، ترتيب متميز جدا للاستاذ سالم الهملي اللي دايما يعني بسعد زي ما بقول له كده ان هو بيتابع حلقاتنا، وان شاء الله يا رب دايما يستمتع مع بعض او نستمتع كلنا كده مع بعض بالفن. يلا بقى نخش في فانتساوي. ان انا لما شفت كده ان هو يعني فرحان وهنزل فيديو ويعني بيحتفل جامد جدا بنجاح الفريت، وهي طبعا نجحت نجاح ساحق، وقلت خلاص بقى هو كده عدى كل الناس وعدى ابو تريكه، لكن يعني ابو تريكه المره دي عداه. المهم طبعا جوله رائعه جدا لفانتساوي، 79 نقطه يا علي ما شاء الله. قلت لكم يا جماعه علي صدقوني انتوا يعني لازم تكونوا مصدقني، هنشوف ترتيبه دلوقتي وازاي صعد كده رحله صعود تاريخيه لعلي ايمن. المهم 79 نقطه في الجوله، طبعا بالكسندر ارنولد بجون ستون طبعا الحارس المتالق طبعا اللي انا جبته عندي في الوايلد كارد، اوديجارد وصلاح ومارتينيلي وساكا، خط وسط يعني رهيب من ارسنال، وفي المقدمه سولانكي ودياجو يوتا. دياجو يوتا ما شاء الله يا علي بجد والله، هي كانت ناقصه بس توني مكان واتكنز. وطبعا زي ما انتم شايفين برضو عنده جويهي على البنش جايب 6 نقاط، كان عامل دبل اب يعني على دفاع كريستال بالاس، لكن هو ما اشركش طبعا، يعني خاف يشركه كده لان تريبير برضو مرعب، واليكس مورينو برضو الفتره اللي فاتت كان متالق جدا. ففي كل الاحوال طبعا ترتيب علي ارتفع يا جماعه وبقى 57000 على العالم، 57410 ما شاء الله يا علي، دايما متالق. ويعني اكيد يعني كلنا بنستفاد وكلنا بنتفرج على فيديوهاتك ونصايحك الجميله، وان شاء الله دايما كده متالق يا علي، وباذن الله دايما اكيد هنتابعك. اللي بعديه وجايب سكور برضو عالي جدا نفس السكور بتاع علي، وهو مين يا جماعه؟ هو مدمن فانتزي، 79 نقطه. فريت برضو جميله، وفريت يعني قريبه جدا من فريت الحقيقه بتاعت علي، لكن هو بقى الفرق هنا انه عامل دبل اب على دفاع كريستال بالاس، جونستون واندرسون، والاثنين طبعا زي ما انتم شايفين كده 10 و6، والكسندر ارنولد جاب ال5 نقاط، وساكا وصلاح ومارتينيلي. يمكن ايزي بس هو اللي ما عملش حاجه، وكان عندي برضو ايزي الحقيقه ان شاء الله هجيب لكم فرقتي في اخر الحلقه. لكن في المقدمه طبعا عنده دييجو يوتا، فرق جدا دييجو يوتا اللي كان على البنش مين يا جماعه؟ اندرياس بيريرا ب10 نقاط، 10 نقاط، وعنده كاستانيا كمان ب10 نقاط. ترتيبه يا جماعه ارتفع ودخل بقى في ال 22000 على العالم، 22677. ترتيب رائع جدا لمدمن فانتزي، ويعني صعود برضو عالي جدا لمدمن فانتزي اللي دايما يعني متالق جدا في الفانتزي اكيد، ومتالق جدا في فيديوهات جميله، كلنا اكيد بنستمتع جدا بمدمن فانتزي. اللي بعديه كده واحد من الناس اللي انا بستمتع جدا بالفرجه عليهم، وهو الدكتور سامح فانتاستيك فانتزي. وطبعا جايب كام يا جماعه؟ جايب 75 نقطه في فريد برضو نموذجيه، برضو الدبل اب على دفاع جونستون واندرسون كريستال بالاس، وبعد كده كان عنده كاستانيا. مشكله بس ان كان عنده جابكو بقى يعني في نص الملعب، جابكو وسولانكي وجيزوز، مش ممكن طبعا توني 9 نقاط على البنش. وطبعا ترتيبه برضو ارتفع بقى 624000 على العالم، هو بعيد شويه الحقيقه الدكتور سامح، لكن من الناس برضو اللي انا بحب اتفرج عليهم جدا، من الشخصيات الظريفه والجميله، وان شاء الله طبعا نتابع الدكتور سامح على طول باذن الله في الفتره اللي جايه. اللي بعديه على طول محمود الزوبي، واللي جاب يا جماعه فريق نشامه، واللي جاب 72 نقطه ولكن بدون فري هيت ما شاء الله. يعني هي دي الحاجات بقى والارقام. عنده كوفال طبعا اللاعب اللي انا قلت لكم ان هو كان عندي في فرقتي، ميتشل ومينجز وتريبير، ماديسون يمكن يعني كمان لو ماديسون كان لاعب كانت ممكن يبقى السكور افضل، وعنده مارتينيلي، لكن كابتنة ساكا ما شاء الله على يعني الفكره، والفكره كانت ممتازه لانه كانش عنده محمد صلاح، ودخل الجوله دي من غير محمد صلاح، لكن بالنسبه لي يعني طبعا كابتنة ساكا كانت ممتازه وعوضت تماما، وصلاح ما عملش اللي ساكا عمله. ففي كل الاحوال 72 نقطه رائعين جدا، وانه واثق الحقيقه في ساكا بعد كل العروض الصعبه. يمكن كابتن زهران يا جماعه في حلقه توقعات الكمبيوتر كان قال يا جماعه ساكا ما حدش يبيعه، ساكا مهم جدا، ساكا يعني هيفرق جدا وهيعمل حاجه في الجوله اللي فاتت. يعني انا طبعا انتوا عارفين يعني انا بشجع فريق مانشستر سيتي برضو، فلا اتمنى ان هو يعمل حاجه في المباراه ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي، لكن في كل الاحوال يعني كانت جوله ممتازه جدا لمحمود الزوبي. خلينا نشوف تغييره، كان جاب ميتشل مكان تشيلويل، وترتيبه ارتفع يا جماعه بقى 348000 على العالم. ترتيب ايضا رائع جدا لمحمود الزوبي اللي ان شاء الله برضو يعني يتالق اكتر واكتر في الفتره اللي جايه. اللي بعديه على طول هو دكتور فانتزي، دكتور فانتزي اللي عمل فريت جاب 64 نقطه الى حد كبير برضو يعني سكور جيد وبعيد عن الافريج. كابتنة صلاح جابكو، يمكن هو بس جابريال طبعا هو اللي فرق، وطبعا جايب الكسندر ارنولد تريبير وبوب. شوف عنده بقى مين يا جماعه واراءه ورؤيته الجميله. المشكله ان عنده كوفال طبعا ب 11 نقطه على البنش، وعنده ويليام برضو اختيار جميل جدا ب5
5 نقاط. لكن خط نصه طبعا محمد صلاح بالكابتنه وجابكو وساكا ومارتينيلي واتكنز وايساك، برضه اختيار جميل جدا. وكان هو مراهن على سولانكي للمره الثانيه على التوالي، لانه اصلا يعني هو عنده سولانكي، لكن سولانكي في الجوله دي الحقيقه ما عملش حاجه طبعا، وفريق ويست هام هو اللي تالق تمام امام بورموث وفاز برباعيه. المهم ترتيبه ارتفع بقى 737 الف على العالم مره ثانيه، يعني بيحاول كده، عمل باونس باك حلو جدا دكتور فانتزي، وان شاء الله يتالق. طبعا هو من مشجعين نادي ايفرتون اللي يعني نتمنى كده ان ايفرتون يعني طبعا لانه تاريخ طويل جدا ان هو ان شاء الله يكمل في البريمير ليج باذن الله، ويعدي المرحله الصعبه جدا اللي هو فيها مع طبعا شون دايش المدير الفني الخبره الكبيره في انقاذ الفرق يعني من الهبوط. ان شاء الله يعني كده فريق ايفرتون يعمل مباراه كويسه في الفتره اللي جايه. ونخش بقى على صديقي ندى علي ندى اللي جاب 55 نقطه بماينس 4. ما كانتش جوله حلوه قوي يا ندى معلش، لكن طبعا هو المشكله انه كان عمل فريت قبل كده. لكن في كل الاحوال كوناتي مش عارف في ايه، ابراهيم كوناتي ده يعني، او دفاع ليفربول اللي ما زال يعني غريب جدا واداؤه سيء، فعشان كده كان عنده الدفاع ما كانش كويس بصراحه. المره دي رايا ما جابش غير نقطتين دبل اب على دفاع فريق نادي يعني برنتفورد، وما عرفش طبعا يعمل، او راحت منه كلين شيت. كان بيلعبوا استون فيلا كمان راح منه الكلين شيت، فواحد واثنين، وطبعا الحارس كان رايا 2 برضو. وبعد كده كابتنة صلاح الى حد كبير كان كويسه جدا، مارتينيلي وساكا وجيزوس برضو اللي ما عملش حاجه، وخذلنا جدا في يعني في طبعا انا بعته على فكره يعني، وجبت هالاند مكانه لاني مش هقدر اخش بصراحه مباراه مانشستر سيتي وارسنال. بقولها لكم بصراحه يعني، او دي احد المشاكل اللي بتحصل لي في الفانتزي اوقات، ان انا يعني عندي حته العاطفه دي، ما اقدرش يعني اشوف طبعا يعني جيسوس بيلعب في الاتحاد مره ثانيه، ويعني ويكون عندي في فرقتي وما عنديش هالاند. فانا طبعا جبت هالاند مكان جيسوس، وانا كنت مرتب نفسي على كده الحقيقه. ويعني هنشوف بقى جيسوس هيعمل ايه في مباراته امام او جماهير مانشستر سيتي، وهتبقى مباراه صعبه جدا، مباراه القمه طبعا اكيد، اللي انا متوقع يعني انها هتبقى مباراه ناريه. هل ممكن تبقى في عوده لارسنال كده ويعود مره ثانيه الامل ليه في الدوري؟ هنشوف طبعا الكلام ده ان شاء الله كله في يوم الاربعاء القادم. المهم طبعا ترتيب ندى نزل شويه بقى ال 150 الف على العالم، لكن الى حد كبير ندى ما شاء الله ماشي بشكل وخطى ثابته، فان شاء الله كمل يا ندى، وباذن الله يعني تبقى جوله كده وتعدي ان شاء الله. القادم اكيد افضل باذن الله. هنخش على طول في اليوتيوبر اللي بعده، وهو مين بقى؟ هو عبد الله العليام بلوك 5 اف بي ال، اللي يا جماعه عمل فري هيت عالميه برده ب 75 نقطه ما شاء الله، يعني سكور عالي جدا. 75 نقطه من الكسندر ارنولد ومن شار، يا سلام على الاختيارات الجامده. جون ستون طبعا في حراسه المرمى، ساكا وصلاح وجابكو، مارتينيلي يمكن جابكو بس، وجيزوز وواتكنز. لكن توني برضو عنده اندرياس بيريرا ب 10 نقاط، وعنده كاستانيا كمان ب 10 نقاط، يعني كانوا هيفرقوا جدا طبعا لو كان يعني حطهم. لكن في كل الاحوال الجوله كانت روعه طبعا جدا، وترتيبه ارتفع يا جماعه بقى ل 14000 على العالم. بلوك 5 اف بي ال زي ما قلت لكم كده هو اليوتيوبر الاول دلوقتي في الترتيب ما بين كل اليوتيوبرز اللي احنا بنتابعهم وكل المشاهير وكل الاصدقاء اللي بنتابعهم. اللي بعديه بقى واحد من الناس اللي انا بجد سعدت جدا ان هو بعت لي كومنت في الحلقه اللي فاتت، وهو رفيع عطله دكتور فار اللي بقى قال لي يا جماعه، او قال لي بقى بقول لك ايه، اللي انا يعني كان ايه، يعني كنت مش جايب سكور حلو، لكن ما شاء الله المره دي يا رفيق ايه 81 نقطه. ايه يا ابني الحلاوه والجمال ده، فريق تاريخيه طبعا وجميله جدا. جون ستون وكاستانيا والكسندر ارنولد ومحمد صلاح كابتنه، ساكا مارتينيلي وجيزوز وايساك، يعني ايساك كانت جامده جدا بصراحه. كان عنده ماديسون طبعا كمان، لكن نزل له طبعا مكانه البديل، ونجح طبعا ان هو يجيب 81 نقطه. كان عنده كمان كويهي على البنش ب6 نقاط، لكن طبعا ما شاء الله يعني 81 نقطه فرقوا جدا مع رفيق. وترتيبه زي ما انتم شايفين كده ارتفع بقى ل 165 الف على العالم. ترتيب رائع جدا يا رفيق، وان شاء الله يعني باذن الله اكيد هتكمل على النجاح ده، وهتكمل على التألق باذن الله في الفتره اللي جايه. اللي بعديه على طول نور ماجد اف بي ال كينج، اللي كان الكينج على اليوتيوبرز، لكن بقى له كام جوله كده مش عارف، لا مش ماشيه حلو يا نور. المهم يعني هو جاب 58 نقطه بماينس 4 من المرات برضو القليله. حظه وحش جدا في مارتينيز اللي اصيب طبعا، ولسه هنشوف مدى اصابته وهيعمل ايه في الفتره الجايه. هو طبعا عنده ستيل في يعني البنش مش مشكله. كاستانيا يمكن هو اللي كان يعني تألق وعمل حاجه كويسه في الدفاع. وبعد كده عنده كابتنة صلاح، ساكا، مارتينيلي. ايزي ما عملش حاجه، ماديسون طبعا ما لعبش، فطبعا فقد لعيب كمان، وسولانكي وواتكنز. فيعني كانت جوله مش حلوه قوي بالنسبه له. تغييرينه كان جاب سولانكي مكان هاري كين طبعا سجل هدف في نيوكاسل، هدف الوحيد، والمباراه الكارثيه اللي حصلت لفريق
فريق توتنهام طبعا، واكيد في تغييرات جذريه هتحصل في فريق توتنهام. محمد صلاح طبعا مكان ميتوما، محمد صلاح كان مهم جدا في الجوله دي، لكن زي ما انتم شايفين كده ترتيبه نزل شويه بقى ال 68,000 على العالم. ما زال طبعا ترتيب رائع جدا يا نور وما تزعلش، لكن ان شاء الله باذن الله الفترات او الحلقات الجايه هنتابعك، واكيد ان شاء الله هتبقى افضل باذن الله يا نور. انت دايما زي ما بقول لك كده عينك حلوه جدا في اختياراتك، فان شاء الله باذن الله هتكمل، وباذن الله ترتيبك هيرتفع باذن الله في الفتره اللي جايه. اللي بعديه واحد بقالنا كام مره كده مش بنجيبه، ناس كتير بتقول لي هو فين وفيديوهاته فين، ولسه باعت يا جماعه كمان ان شاء الله، يعني ان هو عايز يحاول يلحق كده يعمل فيديوهات. شادي هاني، شادي هاني كابتن فانتزي طبعا حبيبنا كلنا، اللي جاب يا جماعه 81 نقطه من غير فريت، ما شاء الله يا شادي 81 نقطه بماينس 8 يعني، لكن حلوه جدا بالنسبه لي طبعا ال 81 نقطه. خلينا طب نشوف يعني جم منين. جون ستون، وعنده طبعا الدفاع ما عملش حاجه، تريبير، اليكس مورينو، ومي ساكا طبعا، ماديسون برضو عنده ما نزلش، ويعني كانت بالنسبه له حاجه صعبه شويه. هاريس النقطتين برضو، لكن كابتنه مارتينيلي، كابتنه مارتينيلي لو كان كابتن ساكا برضو كانت اتحسنت اكتر من كده، لكن بالنسبه لي بصراحه شايفها ممتازه. لكن الثلاثي الهجومي بقى نار نار، هاري كين 6 نقاط، ودياجو يوتا 13، وايساك 13. خلينا نشوف تغييراته، هو جاب 3 تغييرات، الثلاث تغييرات يا جماعه يعني هو يعني منهم تغييرين، طب خلينا نقول تغييرين عالميين، تغييرين جامدين جدا. جون ستون مكان كيبا، ودياجو يوتا مكان هالاند، واليكس مورينو مكان زينشينكو. يمكن ده اللي ما عملش المردود الحلو، لكن في كل الاحوال طبعا 3 تغييرات كان مهم جدا ان هو يعمله. ترتيبه ارتفع يا جماعه بقى 113,000 على العالم، ترتيب لحد كبير متالق جدا لكابتن فانتزي، اللي ان شاء الله يا رب كده نشوف فيديوهاتك قريب باذن الله يا شادي، يعني دايما بنستمتع بيك باذن الله لما ترجع، بس اكيد يعني كلنا هنعمل لك تحيه كبيره جدا بعودتك باذن الله. اليوتيوبر اللي بعدها كانت مي مجدي. مي مجدي يا جماعه جابت 57 نقطه بماينس 4، مش ممكن يا مي، يعني هي قعدت متردده تقول هبيع اياناتشو، لا هسيب اياناتشو، في الاخر باعت اياناتشو. خلينا طب نشوف تغييراتها. هي جابت جيزوز مكان اياناتشو، ودياجو يوتا مكان هاري كين، يعني طبعا التغيير الثاني تغيير عالمي، لكن جيزوز مكان اياناتشو للاسف الشديد طبعا كان تغيير مش موفق. هي هتتجنن اكيد، لان اياناتشو طبعا سجل في المباراه وكلام من لاعب اساسي، وهو اللي بيلعب البينالتيز على فاردي، يعني كانت جوله او يعني كانت حاجه صعبه جدا، لان ناتشو رجع مره ثانيه يرجع. المهم طب خلينا نشوف كده عملت ايه. لعبت طبعا من غير حارس مرمى اصلا، لان ستيل طبعا وكيبا الاثنين ما كانوش بيلعبوا، او الاثنين كانوا بلانك. بعد كده تريبير، هنري، فان دايك، للاسف طبعا جاب نقطه واحده، اللي كان يعني فعلا فريق ليفربول في اسوأ حالاته الدفاعيه. مينجز وبوين طبعا جاب برضو اسيست، واوليسي وماديسون ما لعبش، ساكا الكابتنه، وانا شايف انه كان اختيار ممتاز. دياجو يوتا وجيزوس في المقدمه. كل الاحوال يعني هي ما كانتش عملت التغييره دي، اعتقد كانت ارتفعت جدا، لكن في كل الاحوال ترتيبها الى حد كبير برضو ترتيب جيد. 754,000 على العالم. ان شاء الله باذن الله تشدي حيلك اكتر يا مي في الفتره الجايه، وباذن الله تتالقي اكتر واكتر، واكيد ان شاء الله هنتابعك في الحلقات اللي جايه. اليوتيوبر اللي بعديه واحد برضو عمل فريت متميزه جدا، هو عمر مجدي. عمر مجدي يعني اللي جاب 71 نقطه، ما شاء الله يا عمر، برضو بالنسبه لي كانت ممتازه جدا. كاستانيا وجون ستون والكسندر ارنولد، ساكا وصلاح كابتنه، مارتينيلي جابكو يمكن بس هو وواتكنز وجيزوز، لكن عنده إيساك على البنش ب 13 نقطة، وعنده جويهي على البنش برضو ب6 نقاط. معلش طبعا بالنسبة لي يعني أنا شايف إن هي 71 نقطة ممتازين جدا، ويعني إن شاء الله بإذن الله يعني الدنيا تتظبط أكتر. لكن بصوا يا جماعة، عمر برضو قصة من قصص كده إيه، قصص النجاح الجامدة جدا، بقى ترتيبه ال 132,000 على العالم. عمر مجدي على فكرة من قريب جدا كان معدي المليون، لكن ما شاء الله جولة ورا جولة ولا جولة، يعني ما شاء الله كده تألق كبير جدا لعمر مجدي. وباذن الله يا عمر اكيد لازم هنتابعك في الفتره اللي جايه. اخر فريق معانا بقى في حلقتنا النهارده اللي كانت دسمه جدا ومليانه ناس كتير قوي، هو فريقي. وعملت طبعا زي ما قلت لكم كده الوايلد كارد، والحمد لله الوايلد كارد بالنسبه لي كانت الى حد كبير كويسه. 69 نقطه في الجوله. عندي طبعا كوفال، عندي الكسندر ارنولد، تريبير، اليكس مورينو، كنت جايب كاستانيا مكانه يا جماعه بجد، واخر ثانيه ما اعرفش ايه اللي خلاني يعني غيرت رايي. المهم طبعا كابتنة صلاح ايزي ما عملش معايا حاجه. ساكا طبعا انا برضو كنت متردد اخليه ولا لا، المهم ان انا طبعا جبت مارتينيلي مكانه، وزي ما قلت لكم بقى السر في الموضوع جابرييل جيزوز اللي بعته، وجبت هالاند خلاص يعني من امبارح حتى، وواتكنز وتوني. اختيار توني الحمد لله كان برضو الى حد كبير موفق. وجبت طبعا زي ما انتم شايفين كده ستيل وشو وجريليش ومارتش، يعني الرباعي ده ان شاء الله هيلعب بقى، لان انا عندي طبعا زي ما انتم عارفين البنش بوست ان شاء الله بحضر له للجوله اللي بعد الجايه
باذن الله ان شاء الله يعني تبقى بقى جوله بالنسبه لي كويسه تعوض كده الفتره اللي فاتت، لان انا يعني لو كنت عملت البنش بوست من جولتين كانت فرقت معايا جدا. المهم يعني باذن الله انا محضر لها كده 10 لعيبه باذن الله هيلعبوا في الجوله دي، لان انا هعمل تغييرين بماينس 4 الجوله الجايه ان شاء الله. وطبعا هجيب لعيبه هتبقى عندها مباراتين، يعني لسه بقى بشوف ميتوما وراشفورد ولا هجيب حد مثلا تاني دياجو يوتا، يعني لسه هظبط كده واشوف ان شاء الله هنعمل ايه باذن الله في الجوله اللي بعد الجايه دي. كده كانت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. وطبعا اكيد لو عندكم اي ملاحظات اي كومنتس اي كلام حلو حتى عايزين تقولوه اكيد يعني ان شاء الله هنتظر كده تعليقاتكم، وباذن الله دايما متالقين ودايما مستمتعين بالفانتزي، والى اللقاء.